من يوم إعلان التعديل الوزاري، الناس كلها بتسأل سؤال واحد: مين خرج ومين دخل؟ لكن الحقيقة الأسماء مش أهم حاجة. السؤال الحقيقي هو: ليه التعديل جه دلوقتي بالذات؟ وإيه الرسائل الاقتصادية اللي الدولة بتبعتها من القرار ده؟ والأهم، هل المواطن هيحس بتغيير فعلي ولا مجرد تغيير إداري؟ في الحلقة دي مش هنعدل وزراء، إحنا هنفهم ماذا يحدث فعلاً. وقبل ما نبدأ، لو دي أول مرة تشوف القناة، أحب أقولك إن أغلب المشاهدين اللي بيتابعوا الفيديوهات مش مشتركين، رغم إنهم بيرجعوا يشوفوا حلقات كتير. فلو المحتوى بيفيدك وعايز تتابع التحليل الكامل للحلقات الجاية، اضغط اشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد أول ما ينزل. وكمان مهم جدا تكتب رأيك في التعليقات، لأن تعليقاتكم فعلا بتفرق معانا في اختيار موضوعات الحلقات القادمة، وبتساعدنا نقدم محتوى أقوى يناقش الأسئلة اللي بتشغل الناس فعلا. علشان نفهم ليه التعديل الوزاري جه الآن تحديداً، لازم نبص على الصورة الأكبر، مش بس اللي بيحصل جوه البلد. خلال آخر سنتين، الاقتصاد العالمي كله دخل مرحلة مختلفة: أسعار فوائد مرتفعة، تكلفة تمويل أعلى على الدول والشركات، تباطؤ في التجارة العالمية، ومنافسة أقوى بكتير بين الدول على جذب الاستثمارات. في الظروف دي، أي دولة بتتأخر في اتخاذ قراراتها التنفيذية بتدفع ثمن أكبر، وأي دولة بتعيد ترتيب فريقها بسرعة بتقدر تتحرك أسرع وتكسب فرص استثمار كانت ممكن تروح لغيرها. في نفس الوقت، مصر نفسها داخلة على مرحلة اقتصادية مختلفة تماماً عن المرحلة اللي فاتت. سنوات طويلة كان التركيز الأساسي فيها على إنشاء بنية أساسية ضخمة: شبكات طرق ومحاور تربط أنحاء الدولة، موانئ جديدة وتطوير موانئ قائمة، محطات طاقة عملاقة، مناطق صناعية جاهزة للاستثمار، ومدن جديدة تستوعب التوسع السكاني والاقتصادي. المرحلة دي كانت مرحلة تأسيس، وكان هدفها الأساسي تجهيز الأرضية اللي يقوم عليها أي اقتصاد قوي. لكن بعد ما الجزء الأكبر من البنية الأساسية بقى موجود، المرحلة الجديدة بقى عنوانها مختلف تماماً: تشغيل ما تم بناؤه وتحويله إلى إنتاج فعلي. يعني الهدف دلوقتي مش مجرد إضافة مشروعات جديدة، لكن إن المشروعات اللي اتبنت خلال السنوات الماضية تبدأ تشتغل بكامل طاقتها، تجذب مصانع واستثمارات، وتحول الإنفاق الضخم اللي حصل إلى عائد اقتصادي حقيقي يدخل السوق، يخلق فرص عمل، ويحرك دورة الإنتاج بشكل واضح. علشان كده طبيعي جداً إن الدولة في لحظة زي دي تعيد ترتيب الفريق التنفيذي، لأن مرحلة البناء غير مرحلة التشغيل. مرحلة البناء تحتاج إدارة تنفيذية تركز على سرعة الإنشاء، أما مرحلة التشغيل فتحتاج إدارة مختلفة تركز على الأداء، الكفاءة، والنتائج الفعلية على الأرض. وبمعنى أوضح، المرحلة القادمة مش هتتقيم بعدد المشروعات اللي بدأت، لكن بعدد المصانع اللي اشتغلت، وحجم الإنتاج اللي خرج، وحجم الاستثمارات اللي دخلت بالفعل. وباختصار شديد، المرحلة اللي جاية مش مرحلة مشروعات جديدة فقط، دي مرحلة عشان المشروعات تشتغل فعلاً وتبدأ نتائجها تظهر في الاقتصاد الحقيقي. خلينا دلوقتي نبص بسرعة على أبرز الوزارات اللي حصل فيها تغيير، مش علشان نعدل أسماء، لكن علشان نفهم اتجاه المرحلة الجديدة. لو لاحظنا طبيعة الوزارات اللي شملها التغيير، هنلاقي إن نسبة كبيرة منها مرتبطة بشكل مباشر بالاقتصاد، الإنتاج، والخدمات الأساسية اللي بتأثر يومياً على حياة المواطن. وده بيوضح إن الهدف الأساسي من التعديل مش مجرد حركة إدارية روتينية، لكن محاولة إعادة ترتيب الفريق التنفيذي بما يتناسب مع مرحلة مختلفة اقتصادياً. التغييرات في الوزارات الاقتصادية تحديداً تعكس تركيزاً واضحاً على ملفات مثل جذب الاستثمارات، تسريع تشغيل المشروعات القائمة، وزيادة الإنتاج المحلي. لأن المرحلة القادمة
تعتمد بدرجة كبيرة على تحويل البنية الأساسية اللي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية إلى عائد اقتصادي حقيقي داخل السوق. وفي الوقت نفسه، التغييرات في بعض الوزارات الخدمية تشير إلى محاولة رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين جودة الخدمات وتسريع اتخاذ القرار، لأن أي خطة اقتصادية قوية لا تكتمل بدون جهاز إداري سريع وكفء قادر على تنفيذ القرارات بمرونة وسرعة. يعني ببساطة، لما ننظر للتعديل من زاوية أوسع، هنفهم إن الموضوع مش مجرد تغيير أسماء وزراء، لكن إعادة ترتيب لأولويات المرحلة القادمة بالكامل. مرحلة تعتمد على التشغيل، رفع الكفاءة، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وليس فقط استمرار نفس أسلوب الإدارة السابق. لو بصينا بعمق على التعديل الوزاري، هنلاقي إن الرسالة الحقيقية مش في تغيير الأسماء، لكن في الاتجاه اللي بتعلنه المرحلة القادمة. والاتجاه ده يمكن تلخيصه في 8 رسائل واضحة جداً. الرسالة الأولى: أولوية الاقتصاد والإنتاج. المرحلة القادمة تركز على الاقتصاد الحقيقي، مش المؤشرات النظرية فقط. يعني مصانع تفتح وتعمل بطاقتها الكاملة، إنتاج يزيد في السوق، وفرص عمل حقيقية بتتخلق. لأن أي اقتصاد لا يتحرك بالإنتاج يظل معتمداً على الاستيراد والاقتراض. الرسالة الثانية: دعم الصناعة المحلية. كل مصنع جديد لا يخلق وظائف فقط، لكنه أيضاً يقلل الحاجة للاستيراد ويوفر عملة صعبة، وفي نفس الوقت يفتح باب التصدير لاحقاً، وده عنصر أساسي في استقرار أي اقتصاد على المدى الطويل. الرسالة الثالثة: زيادة مشاركة القطاع الخاص. الدولة مهما كانت قدرتها لا تستطيع وحدها تشغيل كل القطاعات بنفس السرعة. لذلك، المرحلة الجديدة تعتمد بشكل أكبر على تحرك القطاع الخاص، لأنه الأكثر قدرة على التوسع السريع، ضخ استثمارات جديدة، والدخول في مجالات إنتاجية متنوعة. الرسالة الرابعة: تحسين الخدمات الأساسية. أي نمو اقتصادي لا يشعر به المواطن في حياته اليومية يظل نمواً ناقصاً. لذلك، تحسين الخدمات مثل الصحة، التعليم والخدمات الحكومية أصبح جزءاً من مفهوم الأداء الاقتصادي نفسه، وليس ملفاً منفصلاً عنه. الرسالة الخامسة: تسريع تشغيل المشروعات القائمة. خلال السنوات الماضية تم تنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات متعددة، لكن المشروع الذي لا يعمل بكامل طاقته يمثل فرصة اقتصادية غير مستغلة. ولهذا أصبح تسريع تشغيل المشروعات القائمة أولوية لا تقل أهمية عن إنشاء مشروعات جديدة. الرسالة السادسة: ضبط الأسواق واستقرار الأسعار. أي خطة اقتصادية بدون استقرار في الأسواق تفقد جزءاً كبيراً من تأثيرها. لذلك، متابعة الأسواق، تحسين سلاسل التوريد، وزيادة المعروض من السلع أصبحت عناصر أساسية في نجاح المرحلة القادمة. الرسالة السابعة: التركيز على التصدير. الدول التي تحقق نمواً اقتصادياً قوياً لا تعتمد فقط على السوق المحلي، لكن توسع صادراتها للأسواق الخارجية، وتجذب عملة صعبة من الإنتاج وليس من الديون أو التحويلات فقط. الرسالة الثامنة: قياس الأداء بالنتائج. المرحلة القادمة لم تعد مرحلة خطط ووعود فقط، بل مرحلة تقاس بالأرقام. كم مصنع بدأ الإنتاج؟ كم استثمار دخل فعلياً؟ وكم فرصة عمل تم خلقها على أرض الواقع؟ وباختصار، التعديل الوزاري لا يعلن فقط تغيير وزراء، بل يعلن انتقال الدولة إلى مرحلة عنوانها النتائج الفعلية للاقتصاد الحقيقي. بعد كل الكلام عن التعديل الوزاري والرسائل الاقتصادية الكبيرة، السؤال الطبيعي اللي أي مواطن بيسأله: طيب أنا هستفيد إيه؟ وإمتى هحس فعلاً؟ خلينا نكون واقعيين. أي تغيير اقتصادي كبير لا يظهر في الأسعار أو مستوى المعيشة في يوم واحد، لأن الاقتصاد لا يتحرك بقرار واحد، لكنه يتحرك على مراحل مترابطة. المرحلة الأولى تبدأ بتحسين بيئة الاستثمار
واتخاذ قرارات تنظيمية وإدارية تسمح بدخول استثمارات أسرع. بعدها تأتي المرحلة الثانية، وهي تشغيل المصانع والمشروعات وزيادة الإنتاج الفعلي في السوق. ثم المرحلة الثالثة، وهي زيادة فرص العمل وتحسن الدخول تدريجياً. وأخيراً تبدأ المرحلة الرابعة، حيث يظهر الأثر الحقيقي في استقرار الأسواق وتحسن القوة الشرائية مع الوقت. يعني ببساطة، التعديل الوزاري مش زرار سحري يخلي الأسعار تنزل بكرة، لكنه خطوة في اتجاه تشغيل الاقتصاد بشكل أقوى، بحيث تتحول المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية إلى إنتاج حقيقي وإلى فرص عمل فعلية تدخل السوق، وتبدأ تحريك دورة الاقتصاد تدريجياً. ولو المرحلة دي نجحت بالشكل المطلوب، أول إشاراتها اللي المواطن هيلاحظها مش هتكون في الأخبار أو التصريحات، لكن في حاجات واضحة جداً على الأرض: زيادة فرص العمل المتاحة، تحسن حركة السوق، وزيادة المعروض من السلع مع الوقت، وهو ما يساعد تدريجياً على استقرار الأسعار. لكن في نفس الوقت، الحكم الحقيقي على التعديل مش هيكون يوم الإعلان عنه، ولا بعد شهر أو شهرين، لكن بعد فترة تظهر فيها نتائج حقيقية يمكن قياسها. لأن المرحلة الحالية أصبحت مرحلة نتائج وليست مرحلة كلام. والسؤال الذي سيظل مفتوحاً الآن: هل هذه التغييرات ستنجح في تسريع تشغيل الاقتصاد بشكل يشعر به المواطن فعلاً خلال الفترة القادمة؟ ده السؤال الذي ستجيب عنه حركة السوق نفسها وليس التصريحات. لو حاولنا نقرأ اتجاه المرحلة القادمة، هنلاقي إن الدولة خلال السنة القادمة بتراهن بشكل أساسي على 3 ملفات رئيسية تعتبر مفتاح التحرك الاقتصادي الحقيقي. أولاً، ملف الصناعة. الهدف في المرحلة القادمة مش مجرد الإعلان عن مناطق صناعية جديدة، لكن تشغيل المناطق الصناعية القائمة بكامل طاقتها، ودخول مصانع جديدة في قطاعات قادرة على الإنتاج السريع، مثل الصناعات الهندسية، الإلكترونيات، مكونات السيارات، والصناعات المرتبطة بالطاقة. لأن كل مصنع يبدأ الإنتاج فعلياً لا يخلق فرص عمل فقط، بل يضيف طاقة إنتاجية للاقتصاد، تقلل الاستيراد وتفتح باب التصدير لاحقاً. ثانياً، ملف الاستثمار. خلال السنوات الماضية تم تنفيذ بنية أساسية ضخمة: طرق، موانئ، طاقة، ومناطق صناعية جاهزة. والخطوة التالية هي جذب استثمارات تستفيد من هذه البنية وتحولها إلى نشاط اقتصادي فعلي. كل استثمار جديد يدخل السوق يعني تشغيل مصانع، زيادة إنتاج، وحركة أكبر داخل الاقتصاد، وهو ما يسرع دورة النمو بشكل واضح. ثالثاً، ملف استقرار الأسواق وسلاسل التوريد. أي نمو اقتصادي يحتاج سوقاً مستقراً تتوافر فيه السلع بشكل منتظم وبكفاءة توزيع أعلى. لذلك تحسين زيادة الإنتاج، حركة السوق، وتحسن فرص العمل، وهي المؤشرات التي تعكس فعلياً أن الاقتصاد بدأ يدخل مرحلة تشغيل حقيقي بعد مرحلة البناء الطويلة. في النهاية، لازم نفهم حقيقة مهمة جداً: التعديل الوزاري في حد ذاته مش إنجاز، ومش حل سحري لكل التحديات الاقتصادية، لكنه في أحيان كثيرة بيكون إشارة إن الدولة بتدخل مرحلة مختلفة عن المرحلة اللي قبلها. سنوات طويلة كان العنوان الرئيسي فيها هو البناء والتأسيس: طرق، موانئ، طاقة، مناطق صناعية، ومدن جديدة. أما المرحلة اللي جاية فعنوانها مختلف: تشغيل ما تم بناؤه وتحويله إلى إنتاج ونتائج حقيقية. المرحلة الجديدة لن تقاس بعدد المشروعات اللي أعلن عنها، لكن بعدد المصانع اللي بدأت الإنتاج، وحجم الاستثمارات اللي دخلت فعلياً، وحجم فرص العمل اللي ظهرت في السوق، والأهم، مدى شعور المواطن تدريجياً بحركة اقتصادية أكثر استقراراً. لذلك السؤال الحقيقي الآن مش مين اتغير ومين جه مكانه، لكن السؤال الأهم: هل التغيير الإداري ده هيترجم فعلاً إلى نتائج اقتصادية ملموسة خلال الفترة القادمة؟ الإجابة لن تكون في التصريحات ولا في الأخبار، لكن في حركة السوق نفسها،
وفي المؤشرات اللي هنراها جميعاً خلال الشهور القادمة. والمرحلة الحالية ببساطة هي مرحلة اختبار حقيقي، اختبار لقدرة المرحلة الجديدة على تحويل كل ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية إلى نتائج يشعر بها المواطن على أرض الواقع. ولو وصلت معانا لنهاية الحلقة فأنت أكيد مهتم تفهم الصورة كاملة، مش مجرد عناوين سريعة. لو لسه مش مشترك في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس علشان توصلك الحلقات الجاية أول ما تنزل، لأن الفترة القادمة فيها موضوعات مهمة جدا هتفسر إيه اللي بيحصل اقتصاديا خطوة بخطوة. وما تنساش تكتب لنا رأيك في التعليقات. هل تتوقع التعديل الوزاري يغير فعلا من أداء الاقتصاد خلال الفترة القادمة؟ رأيك مهم جدا، لأن تعليقاتكم هي اللي بتساعدنا نختار موضوعات الحلقات الجاية ونقدم محتوى أقرب لأسئلة الناس الحقيقية. نشوفكم في الحلقة القادمة.